الصحابة رضي الله عنهم خرجوا من مكة إلى مدينة مهاجرين. خرجت عوائل، لكنهم أين نزلوا؟ نزلوا في بيوت الأنصار. بيوت الأنصار كانت جدا متواضعة وكانت صغيرة، بل بعض الأنصار كانوا فقراء. عاشت تلك الأسرتين في تلك البيوت، جلسوا شهر، شهرين، 6 أشهر. لكن ما الذي يلفت النظر هنا؟ الذي يلفت نظرك أنه لم تحصل في هذه البيوت أي مشاكل أسرية، لا بين الأطفال ولا بين النساء ولا بين الرجال. أتدري لماذا؟ لأن المهاجرين حينما هاجروا يبتغون فضلا من الله ورضوانه، والأنصار يحبون من هاجر إليهم. إذن هذه البيوت بنيت على الإيمان وعلى المحبة، وهذا يولد النقاء والصفاء والتعايش والأخوة. تفهم من هذا يا أخي أنه لا يمكن أن تستقر داخل بيتك وأسرتك ويكون بيتك من البيوت المطمئنة إلا إذا كان فيها الإيمان وبنيت على هذا الدين وعلى المحبة. فاللهم نسألك رضاك والجنة.